السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو تاع نهار اليوم جبت لكم فيه وصفة خفيفة ظريفة. الوصفة هذه واسمها عجة المركز. الوصفة هذه تونسية يا البنات، للأمانة فقط الوصفة هذه تونسية ما هي جزائرية. أنا جربتها وعجبتني، حبيت نشاركها معكم. في الوصفة تاع نهار اليوم مش راح نحتاجو، رايحين نحتاجو مركز. الوصفة هذه تركب على المركز. انا المركز لهنا كنت درت بصل ومعدنوس وثوم واللحم نتاعي، وزدت عليهم شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل، رحيتهم مليح. وكنت ديجا من قبل راني قطعت لهم شويه طماطم، تقريبا حبه طماطم هكذا متوسطه، قطعتها رقيقه. ملاحظه فقط البنات، المركز هذا راه على طريقتي انايا، انا حبيت نديرو كيما هكا. نتوما تقدروا تنحيو المعدنوس، تنحيو الطماطم، تحبوا تزيدوا تضيفوا حوايج واحده اخرى كيما تحبوا. هذه هي طريقتي في تحضير المركز، وكنت حشيته بلابوش كيما هكا، طريقة سهلة جدا. انا هنا كنت درت المصران الخشين خاطر فيه الشحمة هكا باش يجي بنين. من جهة حطيت في المقلة تاعي حوالي 5 مغارف تاع الزيت، وحطيت المركز نتاعي يتقلى على نار هادية. ما تنساوش البنات اللي هنا تكونوا المركز تاعكم ثقبتوه بالفرشيطة ولا بالموس هكا باش ما يتنفخش ويتفلق. ومن جهة واحدة اخرى رحت جبت المهرز، درت فيه الثوم والفلفل الاحمر اللي هو القاوجه، عندنا احنا معروف باسم القاوجه، ودرت فيه ثاني شويه تاع الملح باش يساعدك في التهراس. دقيه مليح بالمهراس ولا هرسيه مليح، كل واحد وش يقول، واحد يقول لك دقيه واحد يقول لك هرسيه. المهم تتحصلي على ثوم ملحي بهذه الطريقه مع الفلفل هكا باش يطلق هذيك الحراره. لان المرقاز تاعنا كان ديجا راه تحمر، نحيته على جهه ودرت في بلاصتو الفلفل المقطع والبصله، قليتهم مليح حتى صفاروا هكا ذبالو، اخذوا هذاك اللون الذهبي، وضفت عليهم حبتين طماطم مقطعين مكعبات كما راكم تشوفوا، وضفت عليهم مغرف طماطم مرحيه كنت حليتها في شويه ماء، ومغرف تاع هريسه. اللي هنا تقدروا تمرقوها شويه برك، بس من الاحسن انكم الماء هذاك تضيفوه للطماطم والهريسه، تحلوا به هذاك الطماطم والهريسه خير. وضفت لهنا مغرف تاع الثوم والقاوجه اللي كنت هرستهم، وخلطت مليح، خليتها تتقلى حوالي 10 دقائق. ضيفي ليها راس الحانوت، انا ضفت عليها راس الحانوت والفلفل الكحل. نتوما الملح راني درت مع الثوم، اذا جاتك ناقصه ملح زيدي لها شويه. هنا تقدروا تضيفوا الفلفل الاحمر، وتقدروا تضيفوا الكركم، تقدروا تضيفوا التوابل اللي تحبوا. انا لهنا راني عندي غير الفلفل الكحل وراس الحانوت، وخليتها تتقلى كما شفتوا. ورحت قطعت المركز تاعي بهذه الطريقه طرف صغار، وحطيتهم في لاصوص يتقلاو مع بعض مدة 10 دقائق هكذاك باش يطلق البنة. وضفت الثوم اللي خليته، الثوم هنا تاعك نسيت باش نقولكم انه لازم تخليو منه شوية باش تضيفوها على الاخر كيما هكا، ضفتوه على الاخر باش يطلق البنة. هذا هو سر البنة تاع الشكشوكة هذه كيما عجب المرقاز. خليتها تقلاتها 5 دقائق واحدة اخرين كيما هكا، وضفت عليها البيضة نتاعي. لهنا البيضة البنات تقدروا تزيدوا تملحوه من فوق، ديروا له شويه ملح من فوق، ما تحبوش المسوس، اللي تحبوا المسوس عادي. هي ما ضافتش عليه للامانه، فقط الاخت اللي طيبت الوصفه هذه ما ضافتش الملح من فوق. وقبل انا نسيت حاجه، المعدنوس تقدروا تضيفوا المعدنوس قبل ما تضيفوا البيض. انا المعدنوس كنت نسيت ما ضفتوش، خليته على الاخر للتزيين. لهنا فقط البنات اللي ما تحبش البيض يكون بهذا الشكل، ثقبوه، ما تنسوشكم تثقبوه بالفرشيطه بالمغرف، المهم باش البيض هذاك يطيب مليح. وخلوها تطيب على 10 دقائق هكذاك على نار متوسطة ولا نار هادية، راح تتحصلوا في الاخير على هذه النتيجة. صدقوني الوصفة هذه بنينة بزاف. هنا كنت زينتها بالمعدنوس خاطر نسيت ما درتوش في الاول. اتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس عندكم، وتعملوا اشتراك للقناة.